يحتفل الكرد في 22 من نيسان بيوم الصحافة الكردية تخليداً لبداية نضال إعلامي حر منذ صدور صحيفة كردستان عام 1898 وتكريماً لصحفيين واجهوا القمع. ويعد يوم تكريم للصحافة الكردية وعلامة فارقة في تاريخ النضال الإعلامي، ليس فقط على مستوى التعبير عن الهوية الكردية بل في تكريس مبادئ الإعلام الحر والمستقل. تعود بدايات الصحافة الكردية إلى أواخر القرن ال19 عندما ظهرت أولى الصحف الكردية في المهجر تحدياً للظروف القاسية التي مر بها الشعب الكردي، فقد صدرت في هذا اليوم أول صحيفة كردية في القاهرة عام 1898 على يد الأمير مقداد مدحت بدر خان. في تلك الحقبة كانت الصحافة أداة للنضال السياسي والثقافي وسلطة رقابية على القوى التي سعت إلى قمع الهوية الكردية. كان الصحفيون الأوائل في أوقات كانت الصحافة فيها تحت وطأة الرقابة والملاحقة يكتبون بأقلام لا تعرف الخوف ويبدعون في نقل صورة مناضلة عن واقع الشعب الكردي، لكن تلك الصحافة لم تكن لتظل حية لولا إصرار الصحفيين على تحويل الحرف إلى أداة مقاومة. فقد دفع العديد منهم حياته ثمناً لهذه القناعات، حيث لم يتوانى العديد من الصحفيين الكرد عن الوقوف في وجه الأنظمة القمعية متحدين كل الضغوط والملاحقات الأمنية. أولئك الصحفيون الذين دافعوا عن الحق في حرية التعبير فكانوا في طليعة من نشروا الحقيقة مهما بلغت مرارتها. وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها الصحافة الكردية إلا أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة، ففي مناطق عديدة وتحديدا في شمال كردستان وتركيا ما زالت الممارسات القمعية تلاحق الصحفيين الذين يحاولون نقل الحقيقة في ظل بيئة قانونية لا تحمي الصحفيين بشكل كاف، مما يجعلهم عرضة للملاحقة أو الاعتقال. وبهذا الخصوص تطرقت المسؤولة في قسم الأخبار في صحيفة روناهي بيريفان خليل إلى الحديث أكثر حول يوم الصحافة الكردية والجهود التي تم بذلها لتحقيق هذا النجاح في الصحافة. في البداية نستذكر جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لإعلاء الصوت الحر والحقيقة. نستذكر هذا اليوم كيوم تاريخي بدأ بإصدار صحيفة كردستان الذي صدر في ظروف حساسة جدا، وكانت السلطات تسيطر على الإعلام، وبخاصة في تلك الفترة كان الشعب الكردي يضطهد ويقمع، حتى كانت هناك محاولات لطمس الهوية، إلا أن القيام بخطوات في هذا الشأن كانت تسير وفق مراحل جيدة حتى منع إصدارها بعد إصدار أكثر من 50 صحيفة، أكثر من 50 إصدارا. طبعا إذا بدنا نستذكرها اليوم ففينا نستذكر ضمن ثورة روجافا كيف تقدمت الصحافة الكردية ضمن ثورة روجافا. إن يوم الصحافة الكردية هو يوم لتكريم كل من عمل من أجل أن تظل الكلمة حرة، وللتأكيد على أهمية الإعلام في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق الأساسية في التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. وبينما نحتفل بهذه الذكرى يجدد الصحفيون العهد على أن يظلوا يقظين في مواجهة أي محاولة لتقويض هذه الحرية.